السلام عليكم، ان شاء الله تكونوا كامل بخير بصحة جيدة. نطلع لكم زهرة فيديو جديد. اول حاجة توحشناكم، عاودنا ولينا لكم كالعادة، ما زلنا مع اطباقنا التقليدية، اطباقنا العصرية وجميع انواع الحلويات. لابالي عندي بزاف ما صورتلكمش لي جاتو، ان شاء الله هاد الايام كي نبدا فيهم راح نعاود ان شاء الله بحول الله تعالى نولي نحط لكم وصفات للاعراس والمناسبات وحياتنا اليومية بيان سور. اليوم واش حنديرو، حنديرو شطيحة بطاطا كبدة بطريقة سهلة. شوفوا، حبيت نقول لكم عفسة باللي بحاجة هكذا بسيطة، يعني عبالي دوك تقولي زعما بسيطة، لا مش درنا كمية فقط راح نديروها مع شطيحة بطاطا وراح تجيكم بزاف بنينة. السر تاع لاصوص اللي راح تجيكم ثقيل كالعادة. انا واش نقول لكم، ديروا الدرسة بالثوم والبصل. شوفوا لازم تمكسيهم مليح مع الثوم والبصل، تريحيوهم مليح باش تجيكم هذيك لاصوص تجيكم ثقيله. انا قليتهم مليح مليح، من بعد واش درت لهم التوابل. بالنسبه للتوابل هنايا كتشوفوا فيها راهي طيبه. استعملت الكمون واستعملت الراس الحانوت. هنايا بعد ما رانا وجناهم، شوفوا هادوما هنا الصحن اللي هذاك راهو باين هذيك البطاطا جايه طايبه زبده، الصوص هذيك ثقيله وبنينه. قلت لكم في حاجه صغيره بسيطه تقدروا تخرجوا هذيك البنه. اهم حاجه هي كما يقولوا الاهم في الطبخ هي لاصوص كي تكون بنينه تكون ثقيله. هذاك هو السر تاع البنه. هذه هي شوفوا هنا رشه تاع دبشه ولا معدنوس، ولا هي هنا نورمالمون نديروا معدنوس. هذه هي سيطره، اللي حاب يدير سيطره. هادوما الاطباق اللي انا نديروهم. هنايا الشوربه، هنايا درنا شوربه. بالنسبه هنايا للشوربه انا استعملت الخضره، خليتها هكذا دي فوا تقدروا ترحيوها هكا بسكرفاج باش ترميوها، ولا تحبوا تخلوها هكذا ومن بعد ترحيوها هكذا بالميكسور. يعني تجي بنينه بالدبشه هذيك وراهي الحميصه كالعاده. حنديروها هنايا بالدجاج فريك. يعني قلت لكم بحاجه هكذا قليله تقدروا تخرجوا هذيك البنه. هذه هي. انا درت لها كامل توابل طماطم. هادوما الأطباق اللي أنا نديروهم، وعلى بالي ما صورتلكمش على هنا حنعطيكم واحد الملاحظة هنا، حاجة مهمة واش حنقول لكم. شوفوا هذه رسالة للطباخين وين ما يكونوا، شوفوا كيما المدارس كيما المطاعم جماعة، على بالي بلي كاين هذو الحاجات. أنا شوفوا هدايا، كنت شوفوا هدايا هذا غسلته 10 خطرات وما بردش قلبي. شوفوا النظافة. شوفوا كل مسؤول راع وكل راع مسؤول عن رعايته. اهم حاجه انا شوفوا هي النورمالمون الانسان لازم كيما يحب نقال عمره في الطبخ لعائلته يحبها، الناس اللي راح يطيب لهم. هذه هي البركه اللي ربي كما حيبارك لكم في العمل ديالكم. انا شوفوا هذه غسلتها 10 مرات وقلبي ما بردش. علاش؟ باسكو هذه شوفي يجي مغبل مرمل. على بالكم كاين هكذا الله غالب يرميو برك يجريو بالك دي فوا هكا يشروها كاشتي يرميوها لداخل، على بالكم واش يخرج منها. تسمى لازم تنبهوا لهذه الامور ان شاء الله هكذا باش الانسان ربي يبارك له في الحاجه اللي يديرها. وما تنساوش بلي هذه هي مسؤوليه ان شاء الله ربي على بالي بلي يطبعوا برك في الجامعات في المدارس. هذه كامل نعرفوها. المهم ان شاء الله ربي كل واحد يعطي له على حساب النيه ديالو والعمل ديالو. هذه هي. المهم هذا هو الطبق تاعنا تاع اليوم، راهو حاضر. تهلاو لي في روحكم، توحشتكم، الى اللقاء.